السلام عليكم الاخوان والاخوات. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اللي كيشاهد الفيديوهات ديالي اول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش يتوصل باي جديد. خلي ليا شي جيم الى عجبو الفيديو، شي تعليق فيه سؤال فيه اي حاجه مرحبا. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشرح فيه فيزا ديال الناس اللي عندهم سجل تجاري، يعني فيزا لاصحاب سجل تجاري. كيف ما تعرفوا انه الريجستر دو كوميرس كيكون الناس جوج الانواع، اما كيكون بيرسون فيزيك ولا كيكون ريجستر دو كوميرس ديال شركه. بالنسبه للبيرسون فيزيك كيف ما كتعرفوا مثلا بيرسون فيزيك بحالاش، مثلا بحال شي واحد عنده شي محل كيبيع فيه شي حاجه، مثلا كيبيع فيه صنادل ولا كيبيع فيه شي حاجه، محل كيبيع فيه شي حاجه ماشي شركه. مفهوم؟ من بين الوثائق اللي كيحتاج باش يدفع الفيزا ديالو، وديما كنقولها في الفيديو ديالي كاملين وكنعاودها، كاين وثائق مشتركه ووثائق خاصه بكل كاتيجوري، ودائما في كل فيديو، وهذا هو الجزء الثالث، وكل فيديو كنعاود هذوك الوثائق المشتركه. بالنسبه للوثائق المشتركه كتكون الفورميلير، جوج ديال الاستمارات كتعمرهم، خاصك جوج تصاور غيسونت يعني حديثين جداد، ويكون الخلفيه ديالهم بيضاء. خاصك الباسبور ديالك يكون على الاقل فاليد، يعني صالح لمده 6 شهور من بعد ليكسبيراسيون ديال الفيزا. وخاصك الباسبور ديالك كدير ليه كوبي، يعني كتصورو، الا كان جديد كتصور غير الصفحات الاولين، الا كان قديم راه كتصورو كامل بما في ذلك الفيزات القدام اللي كانوا عندك ولي كاشي ديال الدخول والخروج. وكيخصك تامين السفر، مزيان. تامين السفر كديرو في عطا الله لي زاسيورونس فين غدير تامين السفر، ولا ديرو انت مع البنك ديالك احسن. كيخصك عاوتاني عقد الزواج الا كنتي متزوج، عقد الزواج الا كنتي متزوج، وإلا كنتي ما كنتيش متزوج راه ما عندكش عقد الزواج. كتحتاج الحالة المدنية، يعني الليفغي دو فامي كتصورو كامل. وكتحتاج الحجز ديال الفندق. للتذكير راه في اخر فيديو درت قبل هذا اللي كنهضر فيه، اخر فيديو درت كيفية حجز الفندق باللغة الإسبانية، لأنه كما كتعرفوا أن بي ال اس إسبانيا، بي ال اس عفوا الدار البيضاء دارت تحديث ولات كتطلب حجز الفندق باللغة الإسبانية. راه ساهل وبسيط، ارجعوا الفيديو تفرجوا فيه الناس اللي محتاجين ريزيرفاسيون حجز الفندق ديال لوطيل باللغة الإسبانية. وكتحتاج وسائل النقل، يعني ريزيرفاسيون دافيون، يعني حجز الطائرة ولا حجز الباطو ولا غادي في الكار ولا في الطوموبيل. نرجع للبيرسون فيزيك. البيرسون فيزيك من بعد ما كيوجد هاد الوثائق كاملين اللي ذكرت اللي هما وثائق مشتركه ما بين الناس كاملين، اول وثيقه كتخصو هي البطاقه المهنيه ديالو. منين كيجيب هاد البطاقه المهنيه؟ البطاقه المهنيه كتخاد من غرفه التجاره والصناعه اللي تابع ليها هذاك الشخص، اللي تابع ليها هذاك السيد فين ساكن. كتكون واحد الغرفه ديال التجاره والصناعه تابعه لهذيك المنطقه اللي ساكن فيها هو، كيمشي عندهم كيدي معاه attestation d'inscription des taxes professionnelles ديال الباتونت ديالو، وكيدي معاه فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، وكيمشي عندهم للغرفه كيقول لهم بغيت البطاقه المهنيه. كيخلص كما كيقولوا كيخلص المصاريف اللي خصو يخلص وكيصاوبوها ليه. اذا البطاقه المهنيه ضروري تكون عندك. كنهضر على الناس بيرسون فيزيك. خاص يكون مخلص جميع الضرائب، يعني الكيطونس ديالو خاص يكون ما كتسالوش الضريبه. الوثيقه الاخرى خاصو موديل 7. موديل 7 ملي كيتخاد تمشي تجيبو من المحكمه التجاريه، ولا ما فيكش غتدخل الموقع ديال المحكمه التجاريه، كتعمر المعلومات وكتخلص وكيرسلوها لك في الميل ديالك. ساهله. كتحتاج بما ان البيرسون فيزيك كيكون عنده غير حساب بنكي واحد اللي هو حساب شخصي، ماشي بحال الشركه كيحتاج جوج الحسابات. بيرسون فيزيك كيحتاج حساب شخصي بنكي شخصي واحد فقط. خاصو البيان غولفي بانكير، يعني كشف الحساب لمده 3 اشهر الاخيره، وخاصو يكون مروج مزيان.
الناس ديال روجيستر دو كوميرس خص يكون عندهم الترويج ديال الحساب ديالهم. الترويج راه بسيط جدا، كتخلص الماء، الضوء، الانترنت، لابونمون، المازوت اللي عندك الطوموبيل. كتبغي تشري تقدا تبغي تمشي تشري غير ايطرو ديال الحليب، سير شريه من اسواق اللي كيخلصوا مثلا بالكازكيشي. خلص الماء في الانترنت، خلص الضوء في الانترنت، خلص الهاتف لابونمون في الانترنت، الويفي، المازوت ملي تعمر الطوموبيل ديالك دير فيها المازوت، استعمل كارت ديالك وخلص. هذا هو الترويج. ما تسماشي تخسر كلشي كاع داكشي اللي دخلتي في الشهر كله تخسرو في اخر الشهر، ما يبقى عندك والو. كتروج كتخلي واحد مثلا 1000 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم، سا ديبون هذاك نتا شحال كتربح. بالنسبه كيف ما قلت عفوا الغلفي بونكير ديال 3 اشهر الاخيره، اتستاسيون دو سولد، شهاده الرصيد. شهاده الرصيد كتخاد من البنكه، كتقول لي عطيني اتستاسيون دو سولد بغيتها على قبل الفيزا، كيعطيك واحد الورقه مكتوب فيها المعلومات ديالك وشحال عندك في الكونت، صافي شحال عندك ديال الفلوس. الا كنتي مديكلاري براسك في لاسينيسيس، حتى هي كدير ديكلاراسيون ديال السينيسيس، كتزيد هكا وثيقه باش تدعم الملف ديالك. كان عندك شي املاك، دار، طوموبيل، ارض، ابارتمون، اللي كانت شي حاجه في ملكك، حتى هي كتشد ديك شهاده الملكيه، كترجمها للفرنسيه الا كنتي دافع لفرنسا، ولا كترجمها لاسبانيا الا كنتي دافع لقنصليه اسبانيا، وكتدعم بها الملف ديالك. يعني الامور راه بسيطه الاخوان. هذا بالنسبه للبيرسون فيزيك. ندوزو للريجستر دو كوميرس ديال الشركات. تقريبا بحال في الوثائق، غير هو في الشركه ريجستر دو كوميرس ديال الشركه كيكونوا عندنا جوج ديال الكونت بانكير، جوج ديال الحسابات البنكيه، حساب بنكي شخصي وحساب بنكي ديال الشركه. وخاص الناس ديال الشركات يتعاملوا بكثره بالشيكات، يعني لانه شركه يعني كيكون راس المال ديالها كبير بزاف. تعمل بشركات، تبيع وتشري بشركات، عفوا ماشي بالشركات، انا تلفت بالشيكات، بغيت نقول بالشيكات، يكون التعامل بالشيكات. حتى هي خصك تكون مخلص الضرائب، وغيخصك الموديل 7، يخصك الروجيستر دو كوميرس ديال الشركه والستاتيو ديالها والبي في، تكون ديكلاري بالناس، عفوا تكون ديكلاري بالناس اللي خدامين معاك، مفهوم؟ ويكون الحساب البنكي مروج. هادشي اللي كيحتاجو الناس ديال ريجستر دو كوميرس. الاشياء بسيطه. واحد النصيحه الاخوان، الناس اللي بغاو يدفعوا بريجستر دو كوميرس، صبرتي ما فيها تزيد تصبر حتى الريجستر دو كوميرس ديالك يكمل على الاقل، تكون عنده اقدميه ديال عامين، على الاقل عامين، ماشي غير عام وتمشي تدفع، ولا 6 شهور تمشي تدفع، ولا عام وتمشي تدفع. راه عندك الحق تمشي تدفع واخا يكون عنده شهر، ولكن راه تخسري رزقك. صبرتي غتصبر حتى يكمل عامين الفوق، القليله عامين، باش يكونوا عندك حظوظ اوفر. كنتمنى التوفيق للجميع، جميع الناس اللي باغيين فيزا كضربوا عليها تمارا، الله يسر لكم الامور. ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم، ضغطوا على زر الاشتراك، خليوا لي تعليق اعجابي اذا عجبك الفيديو، تساؤل اي حاجه مرحبا، وشكرا.